الفرايد تشيكن أو الكنتاكي من الأكلات اللي كلنا بنحب ناكلها. تعالوا نعملها مع بعض في البيت وأقول لكم على كل التريكات اللي ممكن تطلعها معاكي أحلى من المطاعم. يلا نصلي على الحبيب المصطفى وندخل نشوف الوصفة بتاعتنا هتتعمل معانا ازاي. معايا هنا فرخة تكون وزنها كيلو ونص وما تكونش وزنها أكبر من كده عشان تستوي معاكي كويس في الزيت. بعد كده هقطع الفرخة بتاعتي دي على 10 قطع. هاخد الأول الأوراق، هفصل الدبوس عن الكلوة بتاعته بالشكل ده، وهنضف اي زياده، اي دهون زياده او اي حاجه زياده في الفراخ لازم انضفها كويس قوي علشان الفراخ هتتاكل بالطبقه الخارجيه بتاعتها اللي احنا هنعملها. وبعدين هاخد الصدر هقطعه على نصين. هاخد الجزء اللي من تحت ده هيتعمل كده بحاله زي ما هو، وبعدين هقطع الجوانح بتاعت الفراخ بقطعه من اللحم بتاع الصدر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما اقطع الفراخ بتاعتي دي هغسلها كويس جدا وانقعها في محلول ملح وليمون وميه، بس كده. وبعد كده هغسلها كويس جدا تاني وانشفها ونبدأ نشتغل فيها ان شاء الله. اخدت الصدر برضو قسمته على نصين، واخدت القطعة دي قسمتها على نصين لان هي كانت كبيرة. وبعدين هاخد اللي هفصل الرقبة وهخليها مع الكبدة والأنثى بتاعت الفراخ. هشيلهم في الفريزر، هحطهم بعد كده مع صينية بطاطس. انا هنا قطعت الفراخ على 10 قطع زي ما انتم شايفين. هغسلها بقى كويس جدا. معايا كمان صدر من الفراخ هقطعه ستريبس علشان هنقلي منه مع الفراخ، وكمان هعمل منه الريزو. هقطعه صوابع كده متوسطة، ولا تكون تخينة ولا تكون رفيعة. هنا غسلت الفراخ وخليتها زي الفل زي ما انتوا شايفين. كل اللي انا هعمله هفصل العظم عن بعضه علشان تستوي كويس معايا، وهجيب سكينة بالحرف بتاعها كده هديها كده ايه فتحات بسيطة كده بالشكل ده عشان تستوي كويس. معانا بقى البهارات بتاعتنا اللي هعمل بيها تتبيلة الكنتاكي. معايا معلقة كبيرة من الثوم البودر، معلقة كبيرة من البصل البودر، معلقة كبيرة من الشطة، نص معلقة من البابريكا، نص معلقة من الكزبرة، نص معلقة من الفلفل الأسمر، ربع معلقة من الجنزبيل، ربع معلقة من بهارات الفراخ، رشة بسيطة خالص من القرنفل، بس رشة بسيطة خالص ما تكملش ربع معلقة. والملح بقى على حسب الكمية اللي عندك. قلبت التتبيلة بتاعتي مع كوبايتين من المية، وهجيب كيس من اكياس التلاجة احط فيها الفراخ واحط عليه التتبيلة. دي احسن حاجة تضمني ان التتبيلة تدخل جوه اجزاء الفراخ لما تحطيها في كيس. ما عندكيش عادي حطيها في بولة وحطيها في التتبيلة بتاعتها وغطيها، لازم تبات في التلاجة ليلة كاملة. يعني دي انا كده عاملاها من بالليل وهبيتها في التلاجة ليلة كاملة إن شاء الله عشان تضمني تسوية كويسة وتبقى طرية معاكي. معايا الاستريبس اللي أنا قطعته هتبله بنفس الطريقة، هحطه في أكياس تلاجة وهعمل له خلطة بنفس المقادير اللي احنا عملناها للفراخ، وبرده هحطه في الكيس وهقفله وهيبات ليلة كاملة معايا بإذن الله بالشكل ده. هنا بقى تضمني ان التتبيله تدخل في كل حته في الفراخ وتتبل كويس جدا. معايا بقى هنا دقيق، وتحطي كميه دقيق كويسه. هنحط للدقيق ده معلقه من البيكنج باودر، وهنحط له كمان رشه بسيطه من الملح، وهقلبه كويس. مش هحط نشا ولا هحط اي حاجه. هصفي الفراخ من الميه بتاعتها من المحلول اللي احنا كنا نقعينها فيه، وهحطها في الدقيق بالشكل ده. انا هعمل يعني هقلي 3 قطع 3 قطع. هقلبها كويس جدا لحد ما تتغلف كويس بالدقيق. احنا عايزين نقلب الفراخ في الدقيق، يعني نغلفها بالدقيق ونحط الزيت بتاع، وفي نفس الوقت يعني يكون الزيت بتاعنا على النار علشان الفراخ ما تقعدش في الدقيق بتاعها فيشرب منها ويعمل عجينة. عايزين ناخد الفراخ بتاعتنا من الدقيق على الزيت السخن على طول. بعد ما قلبت الفراخ كويس مع الدقيق، هنزل في ميه ساقعه، يعني حاطه في ميه ساقعه كده في بوله، هنزل بالفراخ واصفيها على طول، وبعد كده هرجعها في الدقيق تاني وهقلبها كويس جدا بقى لحد ما تعمل الطبقه الخارجيه اللي انت هتشوفيها دلوقتي دي. بصوا بالشكل ده. ولازم بعد ما نغلفها كويس ننفضها كويس من الدقيق علشان ناخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده معايا زيت سخن كويس قوي، ويكون زيت غزير، لازم يكون زيت غزير عشان الفراخ تستوي من كل حتة. حطيت 3 قطع بس في الزيت اهو بالشكل ده. وبعد ما احط الفراخ
هنستنى كده دقيقتين، هتلاقيها بصوا بقت بالشكل ده واخدت الشكل بتاع كنتاكي. هبدأ ان انا اهدي النار، يعني خليها تحت المتوسط بشوية، وبعد كده هغطي الحلة نص تغطية مش تغطية كاملة اهو بالشكل ده، ومش هقلب خالص لحد ما تبدأ تاخد اللون الذهبي معايا. هنا كانت الفراخ استوت ما خدتش وقت خالص. ليه بقى؟ عشان احنا حاطينها في التتبيلة من قبلها بيوم، والتتبيلة نص التسوية، يعني نص تسوية الفراخ في التتبيلة بتاعتها. هطلع الفراخ بالشكل ده، شايفين لونها ذهبي مقرمشة، الشكل بتاعها خطير، ريحتها كانت تحفة والله يا جماعة. اعمليها بنفس الطريقة وامشي بنفس الخطوات، هتاخدي احلى فراخ كنتاكي ان شاء الله، احلى من بره بكتير. هنا طلعت اول حاجه انا حطيتهم، انا زودت دبوس كمان قطعه كمان، يعني علشان الحله بتاعتي كبيره شويه فاخدت معايا 4 قطع. ومعايا هنا الاستريبس هنعمله برضو بنفس الطريقه. عايزه اقول لك كمان على معلومه مهمه. ما بين كل مرة والتانية لما تيجي تحطي الفراخ في الدقيق، يعني بعد ما تتبلي الفراخ مرة وتحطيها في الزيت، تنخلي الدقيق كويس قوي وتطلعي منه القطع اللي هي بتبقى مكتلة، وعشان تخلي الدقيق بتاعك ناعم، والفراخ بتطلع الطبقة بتاعتها ناعمة، مش طبقة يعني فيها دقيق كتير وتكون يعني طبقة تقيلة كده. الاستريبس معانا اهو بالشكل ده. هقطع منه قطع صغيرة عشان اخد منه للرز بتاعي. شايفين اللحم من جوه عامل ازاي؟ اللحم ابيض وجميل ومستوي كويس جدا، والطبقة من بره مقرمشة كده وطعمها حلو جدا ومش شاربة زيت خالص. تعالوا نعمل مع بعض رز ريزو احلى من اللي بنجيبه من المطاعم. حطيت حله تسخن على النار، وحطيت فيها معلقتين من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه، وبصلايه متوسطه متقطعه قطع صغيره. انا مش عايزه البصله دي تلون، انا عايزاها تبقى بيضه زي ما هي، بس مجرد ان هي تدبل. وحطيت فيها عود من القرفه، و4 فصوص من الحبهان، و3 ورقات لورا زي ما انتم شايفين. شوحتهم كويس قوي، طلعوا ريحتهم مع البصل. حطيت مكعب من المرقه، معلقه كبيره من الثوم البودر، معلقه كبيره من البصل البودر، ومعلقه كبيره من الكركم. انا هعمل المقدار ده ل4 كوبايات من الرز المصري. هقلبهم كويس قوي لحد ما البهارات كده تطلع ريحتها، وهنزل بالرز بتاعي مغسول ومتصفي بس من غير ما يتنقع. هنزل بقى عليهم بنص كوبايه من الكاتشب، وربع كوبايه من الباربيكيو، وكمان معلقتين كبار من الصويا صوص. ننزل بالرز الاول، وبعد كده ننزل بالصوصات عشان الصوصات ما تتحرقش في الحله. وبعد كده احط الملح بتاعي حسب الكميه اللي انت عاملاها، واحط معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وهقلب كويس جدا لحد ما احس ان كله اتشوح مع بعضه. وبعدين هنزل ب4 كوبايات من الميه. 4 كوبايات رز بياخدوا 4 كوبايات من الميه. تمام. هقلب كده تقليبه وهغطي عليه، وهخلي بالي منه، يعني تخلي بالك من الرز علشان الرز ده لو سهيتي عنه هيتلسع، عشان هو فيه صوصات، فطبيعي ان الصوصات دي تتلسع من الارضيه. فانت هتقلبيه كويس، وهو بيتشرب هتهدي عليه النار خالص وتقلبيه كل 3 دقايق كده لحد ما يستوي ويبقى بالشكل ده. شايفين مفلفل ومستوي كويس قوي، ريحته وطعمه تحفه يا جماعه. تعالوا نعمل مع بعض بقى الكولوسلو. نعمل الأول الصوص بتاعه. معايا علبة من الزبادي، وكوباية إلا ربع من المايونيز، وربع كوباية من اللبن، وكمان معلقتين كبار من العسل، عسل النحل. لو ما عندكيش عسل هتحطي الكمية كلها سكر. أنا هنا حاطة معلقة كبيرة مع معلقتين العسل. ما فيش عسل تقدري تحطي 3 معالق من السكر. وحطيت نص ليمونة، عصرت نص ليمونة، ومعلقة كبيرة من الخل. هقلبه كويس جدا، وكده جاهز معانا الصوص بتاع السلطة. شايفين شكله خطير. معايا بقى الكرنب الابيض بتاع السلطه، انا فرمته في الكبه، يعني احلى نتيجه بتاخديها لما بتفرميه في الكبه. وده جزر انا بشرته، يعني بشرته بالمبشره عشان يطلع ناعم. معايا بصلايه صغيره قوي، وتكون من بصل الاحمر عشان يديك الطعم بتاع المطعم. هحط عليه الدريسنج اللي انا عملته، وهقلبها كويس قوي، وبعد كده هحطها في علبه وادخلها التلاجة. لازم تقعد على الاقل 4 ساعات قبل ما تبداي ان انت تاكليها، عشان تديكي طعم كويس، وطعم الكرنب ما يبقاش باين فيها، وتقدري تعمليها من بالليل يعني.
وتبات مع الفراخ في التلاجة، مفيش اي مشكله. هنعمل بقى الصوص بتاع الريزو اللي بيبقى فوق الوش، الصوص الحامي شويه ده اللي بناكله في المطاعم. حطيت معلقتين كبار من العسل، وحطيت نص كوبايه من الباربيكيو، وربع كوبايه من الكاتشب، معلقتين من الهوت صوص الحامي تقدري تستغني عنها، وحطيت كمان معلقه من الشطه عشان احنا بنحبه حامي، لو مش عايزاه بلاش، ومعلقتين كبار من الصويا صوص. هقلبه كويس جدا، وكده الصوص ده معايا جاهز. تعالوا بقى نقدم مع بعض احلى طبق ممكن تاكليه. معايا هنا السلطه اللي احنا عملناها مع بعض، وده الرز اللي احنا حضرناه مع بعض. حطيته كده في بوله، واحط عليه قطع الاستريبس اللي احنا قطعناها بالمقص، واحط عليه من فوق كده الصوص اللي احنا حضرناه. عايزه اقول لكم يا جماعه الصوص ده طعمه خطير بجد، في البيت كمان احلى، يعني اللي احنا حضرناه ده احلى كمان من اللي بناكله في المطعم. وادي الفراخ اللي احنا عملناها مع بعض. يا ريت تجربوها بنفس الطريقة وامشوا على نفس الخطوات، هتعملوا كنتاكي أحلى من بتاعة المطاعم بمراحل. مستوية حلو جدا، طعمها حلو، نضيفة، أوفر من بره، صحية عن بره. بصوا شايفين شكلها من جوه مستوية لحد العظم، ما فيهاش ولا أي قطعة فيها أي حاجة. شايفين شكلها عامل إزاي؟ هستناكوا بقى تجربوا الوصفة إن شاء الله وتعملوها في البيت، وتكتبوا لي في التعليقات عجبتكم ولا لأ. وشايفين الرز هنا خطير. كنت معاكم نور، وباي باي.